هو بيحبني بس بحس إن حبه ليا حب امتلاك. هي طيبة بس بتغير عليا جدا لدرجة إنها مش عايزاني أكلم حد. بيحبني بس مش عايزني أكلم حد من أصحابي. بحس إن العلاقة بينا علاقة صداقة قوية. أنا بحبه قوي وهو كمان بيحبني قوي. سؤال بيدور في ذهن ناس كتير مننا: إزاي أعرف إن العلاقة اللي أنا فيها دي علاقة صح؟ ده اللي هنتكلم عليه النهاردة في حلقتنا من نيولوك لايف. قبل ما نبدأ بفكرك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. ليه مهم نعرف شكل العلاقة الصح؟ العلاقات في حياتنا هي الوجه التاني لشخصياتنا. علاقتك بتبين إذا كنت ودود ومحب ومتفائل ولا عصبي وبتحبكها ومتشائم. محدش فينا بيعيش لوحده، انت جزء من كل. انت طرف في علاقة. من أول ما اتولدنا أصبح الآخرين في حياتنا تربطنا بيهم علاقات متنوعة جدا جدا. يمكن تكون العلاقات دي قريبة قوي بتفرحنا زي علاقتنا ببابا وماما واخواتنا واصحابنا، أو علاقات بتكون حدودها ضيقة زي علاقة زمالة في العمل أو في المجتمع أو غيرها. بيقيسوا نجاح الشخص بنجاحه في قدرته على التواصل بفاعلية مع الآخرين. في مرة عملوا دراسة في معهد ديل كارنيجي بأمريكا عن أسباب نجاح الأشخاص في الحياة. لقوا إن الأشخاص الناجحين اعتمد نجاحهم على 15% بس من مهارتهم في مجالهم المهني والفني، وال85% اللي باقية من نجاحهم اعتمد على قدرتهم على التعامل مع الآخرين ونجاحهم في التواصل معاهم. العلاقات بتأثر على حالتنا النفسية، عن رضانا عن الحياة وقدرتنا على مواجهة الأزمات والصعاب اللي بنقابلها في حياتنا. عملوا دراسة في جامعة هارفارد بأمريكا. الدراسة دي استمرت حوالي 75 سنة. كان فيها أجيال من الباحثين وأجيال كمان من البشر حبوا يشوفوا إيه الفرق في حياة الناس بعد سنين طويلة عاشوها مع أزواجهم وأولادهم وأحفادهم وأصدقائهم. في الأول سألوهم: تفتكروا إيه أهم حاجة ممكن تفرق في حياتكم؟ ناس كتير اعتبرت إن الفلوس والشهرة والمكانة الاجتماعية هي أهم حاجة في الحياة. لكن في نهاية الدراسة اكتشف الباحثين إن أكتر حاجة فرقت في صحة الناس النفسية والجسدية ومدى سعادتهم وقدرتهم على مقاومة الأمراض والأحزان والشيخوخة وغيرها حاجة غريبة جدا: هي علاقات طيبة وحقيقية في حياتهم. علاقات فيها حب وتفاهم. ولقوا الناس اللي ما كانش عندهم علاقات حلوة زي كده في حياتهم أعمارهم كانت أقصر ونسبة إصابتهم بالأمراض كانت أكتر. وحاجة مهمة بقى، لقوا إن قدرتهم على تحمل الألم النفسي والجسدي كانت أقل بكتير. كمان محتاجين نعرف شكل العلاقة الصح علشان لو تعرضنا لعلاقة ليها شكل مختلف نعرف إننا دخلنا في علاقة توكسيك ومهم نتخلص منها. تعالوا بقى نتعرف على صفات العلاقة الصح من كتاب دكتور محمد طه علاقات خطرة. كل واحد في العلاقة بيكون حقيقي، يعني يكون نفسه، محدش بيمثل على التاني. بتكون مع الطرف الآخر بكل أفكارك ومشاعرك وطموحاتك، وهو كمان بيكون معاك بأفكاره ومشاعره ومخاوف. العلاقة بينكو رايحة وجاية، يعني فيها أخذ وعطا. يعني انت شوية بتدي الطرف الآخر حب ومشاعر وحاجات جميلة، وهو كمان قادر يدي برضو مشاعر وأفعال وتضحية عشانك. بتلاقي مشاعر رضا وسعادة وقبول وارتياح عند الطرفين. الطرف التاني في العلاقة قادر يحسسك بأنه حاضر وموجود جنبك ومهتم بيك، وانت كمان معاه كده برضو، مكالمات ومسجات وخروجات وحاجات زي كده. وخصوصا خصوصا خصوصا في الأوقات الصعبة الطرف التاني قادر يكون صاحبك، قادر يسمعك كويس ويكون مهتم وهو بيسمعك ومتفاعل معاك ومقدر مشاعرك. الطرف التاني قابلك زي ما انت، بيحترمك، بيحبك من غير شروط، حتى قابل عيوبك وبيتعامل معاك من غير ما يحسسك انه عامل فيك جميل، وانتوا مع بعض ضحكتكوا طالعة من القلب. الطرف التاني قادر انه يلفت نظرك لتصرفاتك الغلط بدون ما يحكم عليك او يجرحك او يحرجك قدام الناس. دايما يحط نفسه مكانك عشان يحس بيك ويفهمك ويقدر وجهة نظرك، وبعدين يرجع تاني مكانه ويعذرك ويحاول يساعدك.
علاقتكم بتمتد لناس تانية حواليكوا، مش علاقة مقفولة عليكوا. قادرين تتعاملوا مع الناس اللي حواليكوا بصيغة إحنا مش أنا، زي مثلا إحنا حبينا نكون معاك في الظروف الصعبة دي، مع بعض دايما في مناسباتكم السعيدة والحزينة. حاجة أخيرة ومهمة إن ربنا يكون ليه وجود في علاقتكم، تراعوا ربنا في تصرفاتكم وفي ردود أفعالكم، تحبوا بعض في ربنا وتحسوا بوجوده معاكم وإنه بيبارك علاقتكم. دكتور محمد طه بيقول إن العلاقة الحقيقية تحس فيها إنك موجود ومتقدر، وجودك فارق في حياة الطرف الآخر وهو كمان وجوده فارق معاك. في العلاقة الصح تحس إنك مش مضطر تدفع أي تمن علشان ترضي الطرف الآخر. العلاقة الصح هي علاقة تطمن وتفرح وكمان تغير للأفضل. العلاقة الصح بتقربنا من نفسنا وتقربنا من ربنا. دكتور محمد طه بيختم ويقول هي البيت النفسي الأصيل المنور الدافي اللي كلنا بنحتاجه. سؤال: منين أبتدي أي علاقة؟ ستيفن كوفي جاوب على السؤال ده وقال إن أي علاقة دايما تبتدي من داخل الإنسان. العلاقات الخارجية مع الناس والحياة هي في الحقيقة هي نتيجة وانعكاس لعلاقة الإنسان الداخلية بذاته، بمعنى إنه لو علاقته بنفسه سوية وصحية هتكون علاقاته سوية وفي إطار صحي، زي ما وضحنا كده في حلقة أنا طبيعي. والعكس صحيح، لو علاقته بنفسه غير سوية هتكون علاقاته برضه غير صحية. عشان كده اهتم قوي بنفسك وافهمها، وإنك تعرف تسدد احتياجاتك النفسية وتتخلص من أي صراعات جواك. برحب بأسئلتكم واستفساراتكم وأشوفكم في حلقة جديدة من نيو لوك لايف.